قلنا التحالف الوطني خلي يرشح شخصية مقبولة. أي شخصية؟ لا، شخصية مقبولة لدى الأطراف جميعا، لدى الأطراف الشيعية أولا ثم الأطراف. طيب اليوم الشيعة اتفقوا على المالكي، شو يسوون؟ لا، ما أعتقد الشيعة يتفقون على المالكي. فرضا لا، ما معقولة. مو إذا اتفقوا على المالكي بمعنى هم يعني خيبوا ظن الشارع بهم، خيبوا ظن الشيعة. لا، بسببكم أنتم. لا شوف، مرة أجي أفرض على أكراد، أقول رئيس الإقليم أنا ما أحب، أنا أكره مسعود بارزان. لا ذاك واحد. اسمع، لا ذاك نبيخ. لا ذاك اقليم صغير، احنا نحكي عن العراق. وش دمر العراق غير الاقليم؟ الله يرضى عنك. مسعود على راسي زين، اسم الله مسويني. انا ما احب مسعود. يابا اليوم ارد اقعد ببغداد واوذن من هناك سنه اقول يا اكراد انا ما احب مسعود يا اخي، واخروا جيبوا لنا ماكو كردي عقرن النسوان الكرديات ما يخلفن بس مسعود بارزان، جيبوا غير واحد. احنا هم كحكومه اتحاديه مدى نعرف نتعامل مع الاقليم من وراء هذا راسه معنجر ما يتفاهم، واخروا بدلوه. زين. بسببكم اليوم صارت معادله، موجود مسعود بارزان في كردستان، لازم اكو مالكي في بغداد. لا، خليني اقول لك هذا مو مقارنه، مو وجه مقارنه. السيد المالكي هذا رئيس وزراء العراق يجي يروح، بس كانت مسعود هذا قائد. ما يروح هذا قائد، هذا تاريخ، هذا رمز. هذا رمز، يبقى رمز، ما حد سواء بقى او راح او موجود او غير موجود، الله يطول عمره، هو رمز. صح، ما حد مختلف على زين، فماكو ماكو وجه مقارنه مع احترامي طيب. للطرف الاخر. انا لا استصغر العفو يعني طيب للطرف الاخر، ولكن خليني اقول لك أسألك سؤال. معالي الأستاذ محمد مقرر مجلس النواب، دزوا الحكومة دزت لكم قانون العفو. شو قانون العفو دايم صار له 3 سنين خطية؟ مو أول مطالب المعتصمين هو قانون العفو. دزت الحكومة ولا ليش ما شرع الأمر الثاني؟ المساءلة والعدالة. أول مطالب المعتصمون ما هو؟ قانون المساءلة والعدالة. مو دزته قانون المساءلة والعدالة لكم الحكومة. يعني عجيبة، مو هذا الأساس يا مجلس نواب موقر. يعني أنتم ساهمتم بشكل كبير لتحقيق هذه النتيجة. الناس مطلعة إلى إلغاء قانون أنت معنا ويسمعك بالتأكيد. يسمعنا بالتأكيد. ونحتاج إلى آخر هيئة مستقلة اللي صوتوا عليها هي مفوضية الانتخابات. كم هم عدد السنة وكم هم عدد الشيعة؟ السنة 5 والشيعة 4. 5 سنة و4 شيعة. مو هذا لأن المواطن العادي يسمعها من مسؤول يقول 5 سنة، 2 أكراد سنة، 2 عرب سنة، 1 تركمان سنة، 1 تركمان سنة ولا ما أقول عليها، و4 شيعة، في حين أن 70% شنو؟ الشيعة. يعني يجب أن يكون 6 على الأقل من المفوضية شنو؟ شيعة. أقول لحضرتك أمر، كل وزارة اكو وكيل اذا مو لا متحدون ياكد دائما ماكو توازن بمؤسسات الدوله. انا عزيزي واحده من المشاكل اللي ممكن انا اذكر لغه خرجت من ساحات الاعتصام ودخلت كواليس الساسه والكتل هو هذا الموضوع. انه باختصار حتى انتقل سيدي الكريم باختصار اكو واحد يقول ماكو، واكو واحد بلغه ارقام. اي وزاره تخلو من وكيل وزارة عرب سنة في حين أن العرب السنة يشكلون 14 أو 14.5% من عدد نفوس العراق. نعم سيدي. ولكن هناك من يقول هناك شركاء بالبلد، اكو سنة واكو أكراد واكو أضياف، بس العبء الأكبر يقع على رئيس الوزراء، على منصب رئيس الوزراء، على المؤسسة التي تتحكم بكل مفاصل الدولة. ولذلك نعم الشركاء عليهم مسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر توقع عليكم. لو رئيس الوزراء طائفي مثل ما يقولون ومقصر، المفروض هسه الشيعة يسوي لك امثال من ذهب. 10 سنوات والحكم مثل ما تقول أنت أو أنت تنقل ما يقولوا مو هو الفعلي. حكم شيعي بالعراق 10 سنوات، وكلية القوى الجوية في تكريت ويذبحون الشيعة فيها. 10 سنوات الكلية العسكرية في السليمانية، ما عندنا كلية عسكرية في محافظاتنا. 10 سنوات المصفى في بيجي وفي الدورة وفي المناطق السنية. 10 سنوات محطات الكهرباء كلها في المناطق السنية.
أي حكم طائفي هذا؟ الحكم الطائفي الآن كليات العسكرية كلها عندي، كليات القوى الجوية كلها عندي، كل مؤسسات الدولة عندي، بدل ما أبني بالأنبار جامعتين أبني في كربلاء 10 لو حكم شيعي. لكن أنت شوف شلون يبني بالموصل وشلون يبني بالأنبار، بس الكل ما حد يقبل يحكي، الكل والله تخاذل والكل ضم راسه. سيد المالكي هذا رئيس وزراء العراق يجي يروح، بس كانت مسعود هذا قائد. ما يروح هذا قائد، هذا تاريخ، ما يروح هذا رمز. هذا رمز ما حد سواء بقى او راح او موجود او غير موجود، الله يطول عمره، هو رمز. صح، ما حد مختلف. زين، فماكو ماكو وجه مقارنه. وبعد تدخل الميليشيات الوقحة من الطائفة الشيعية ضد سنة العراق بصورة غير مرضية للعقل والعقلاء، فلطالما حاولت التقريب بين المذاهب فصليت خلفهم وتناغمت مع مطالبهم، فكان الجميع على علم باستعدادنا عدة وعددا للدفاع عن المقدسات، لا عن طائفة ولا حكومة ولا عن سفه. التوقف عن القتال وترويع المدنيين. ثانيا، على الحكومة التعهد بإمضاء المطالب السلمية لسنة العراق الذين عانوا التهميش والإقصاء. عدم زج الميليشيات الوقحة في هذه الحرب فإن لها باعا في تفتيت العراق وزعزعة أمنه. مقتدى الصدر. عمي تمساح الظلم خليه يجوع، لا تطع مولاي بعد ولاية، ندري جاي الصيدة كل قصدك شريف، بس حرام بدمنا تخبط مايه، انت مثل الباني مسجد للصلاة بس فرشت العتبة بمصلاية. الله. يا سياسيين، يا اهل العقول، يا مناصب، يا حجج، يا آية، ماكو واحد للشعب كاره يشوف، شوف كاره الشعب يا ابو مراية، التطق روحه ويثورت من عليش وانت متغطي ودفت شرباي، الريحه مو من عده فاحت من غطاك، اكشفها احسن انا من مغطاك.